السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. توحشتكم بزاف بزاف وتسمحوا لي راني عارفة غبت عليكم غيبة طويلة، ولكن ربي يعلم بالظروف، ولكن دائما أنتم في البال. توحشتكم بزاف وأنتم عائلتي الثانية، وشكرا لكل من سأل عني وكل من اطمن وكل من اتصل. ربي يحفظكم جميعا إن شاء الله. والله ما غبتوا عن بالي، ودائما نفكر فيكم وندعي لكم دعوة من القلب خالصة. فربي يحفظكم لي. عدنا والعود أحمد. البنات حابة منكم طلب انه هو اللي ما اشتركش في قناتي يشترك، رفعوا لي شوية قناتي حتى تطلعوا لي المورال شوية، ونرجع نصور فيديوهات بإذن الله. الصراحة غبت عنكم في هذه الفترة، كان عندي دراسة. طبعا أنا كملت معكم المستوى الأول، قلت لكم نجحت أنا الأولى، والحمد لله دخلت المستوى الثاني ونجحت أنا الأولى فيه. وحاليا أنا في المستوى الثالث. طبعا المستوى الأول ما صورت لكم منه ولا شيء، لأني كنت مضغوطة فيه دروس بزاف بزاف، فيه قواعد بزاف. يعني المستوى الثاني هو الأصح، كما نقول هو القاعدة الأساسية لتعلم اللغة التركية، لأن فيه قواعد بزاف. فمثلا المستوى الثالث راني فيه آه القواعد ما فيه بسيطة. يعني حاليا واش راني عاد في بدايته، أنا نحسه هو محادثات أكثر بالقواعد اللي ديناها. يعني على أساس هذوك القواعد اللي أخذناها رانا نحكم. فسمحوا لي وعذروني، وإن شاء الله الجاي أحسن إن شاء الله يا رب. كما راكم تشوفوا، أول عادة عندي هي الصباح. كما يقول لك إذا صباحك أول دقائق تاعك كانت صالحة ناجحة، يومك يفوت أكيد ناجح ويكون تكوني مبسوطة فيه. نحنا كنساء ما نخلوش رواحنا في دائرة فقط المطبخ والبيت، فلازم نغيروا. أنا أختكم حليمة طبعا مثلي مثلكم قريت وصار عندي ظروف ووقفت سنوات عن الدراسة، ولكن الآن شغلة وحيدة، حاجة وحيدة ما بطلتهاش، واللي هي قراءة الكتب. هذا الشيء الوحيد، لأن القراءة نحسها يعني كيفاش نقولكم، كما رانا نصلوا مفروض الصلاة مفروضة علينا، أنا دايرة قراءة الكتب شيء فرض، شيء خاص، يعني لازم نديره. كما الأكل مثلا، ما نطيقش نقعد وأنا جوعانة، فثاني عقلي هكا لازم نغذيه ولو بسطر وسطرين. فننصحكم أخواتي حبيباتي، الكل من تفرج فيني، أخواتي الصغار، بناتي اللي راكم تشوفوا فيا. الصراحة أعجبني وأنا نشوف في الإحصاءات، لقيت عندي بنات صغار يتابعوني. هذا الشيء يسعدني الصراحة. فنقولكم ولو جزء بسيط. طبعا في البداية تكون القراءة مملة، مثلا كاين ناس ما يبوش قراية أعمارهم مثلا 30 40 50 60 70، حتى وأعماركم 70 أقرأ ولو سطر. اللي عمرها 10 سنين، أنا الصراحة بديت القراءة من كان عمري 10 سنين، كنت الصف الرابع. طبعا كانت أول هدية عطاهاني أبي الله يرحمه هي كتاب. عطاني هذاك الكتاب، والصراحة يعني قريته ولحد الساعة ما زلت حافظة صفحاته. صراحة جميل جدا جدا وأجمل هدية. وكنت في الأول ما نحبش نقرأ، بصح بشوية بشوية حتى تعودت على القراءة. يعني القراءة عادات مكتسبة. كاين لي ناس عندهم هواية، ولكن حطوها عادة مكتسبة ما فيها ولا شيء. حتى انت اللي راكي ما عندك لا شغل، ما عندك لا خدمة لا قراية لا شيء، ما عاديش ولو كتاب بسيط. الكتب راهي رخيصة، ما في أرخص منها. مثلا اللي على المواقع الإلكترونية بزاف كتب. الصراحة أنا جربت قبل ما نعرف هذه المكتبة. طبعا هي مكتبة صورتها لكم من قبل، مجانية. الناس اللي راكم في بورصة اسمها مركز إرادتي، الإعارة مجانية، وتقدروا تتبرعوا بكتب فيه. فالقراءة يعني شيء ضروري. كنت نحكي لكم على القراءة في المواقع الإلكترونية. الصراحة ما حسيتهاش، ما استمتعتش بها. قريت فيها كتب الصراحة، يعني ما ننكر، ولكن أنا نحب الكتاب، نحبه قدامي، نحب نلمسه، نحب نخطط فيه، نحب نرسم، إني هكا نلون على شي صوالح حتى نرجع له يبقى في مكتبتي الخاصة. ف أنا أنصحكم أنه اجعلوا ولو بضع دقائق قبل النوم أو بعد النوم أو في أي وقت أنتم تلقوا رواحكم فيه،
جعلوها شيء أساسي وضروري. القراية الصراحة يعني الواحد شغل البيت شغل البيت شغل البيت ملينا منه شوية روتين ندخلوا حاجة جديدة لأنفسنا نحنا. والصراحة والله الواحد كل ما قرأ كتاب كل ما استنفع به. الكتاب رفيق مفيد الصراحة. الكتاب رفيق مفيد طبعا. مثلا مخالطتنا للأشخاص نلقاو السيء ونلقاو الجيد جدا. وطبعا نحنا أصحابنا وأصحابتنا كامل ما شاء الله عليهم أخلاقهم عالية. ولكن الكتب دائما تعطيك الشيء المفيد ما تتضررش منه. إذا ما فادك ما غاديش يضرك. فهذه هي. كما راكم تشوفوا يومي يوم عادي. حبيت اني نحكي لكم على يومي كيفاش راني ننسق بين دراستي ودراسة أولادي وشغل البيت. فقبل أي شيء كما حكيت لكم عادتي الصباحية ما نستغناش عنها. نقرأ شوية كتاب من الكتاب المفضل عندي. طبعا أنا حاطة الصبح وفي الليل قبل ما نرقد. وكما راكم شفتوا كنت كاتبة أفعال باللغة التركية. هذو الأفعال أنا حافظتهم ومطبقتهم ومصرفتهم في كل الأزمنة اللي أخذناهم. دائما لازم نقرأ قبل في الليل 10 أفعال مغدوة ذاك الصباح. يعني الناس اللي راكم رايحين حابين تتعلموا لغة أو كذا هذه فكرة. الكلمات تحفظوا 10 كلمات في الليل مثلا قبل ما ترقدوا. الصباح نجرب إني يا ترى حفظتها ولا ما حفظتهاش. كي نعرف روحي باللي حفظتها وعرفت كيفاش نطبقها في جملة نروح نكتبها في هذاك الدفتر الخاص بيا واللي هو دفتر الكلمات الجديدة أو كلمات الغريبة أو اللي اكتسبتها أنا وفهمتها وحفظتها. هذه هي. كما راكم تشوفوا حبيباتي طبعا مدرسة بشير قسم بشير. كما راكم شفتوا هذوك الأغلفة تاع الطاولات خادمينهم بالقماش. هذه فكرة مثلا. إذا نحن هنايا في المدارس التركية نديروا الجروب للأمهات. فطلعت لنا كل واحدة مبلغ مالي بسيط حطيناه وجمعوا وراحوا اشتروا عند اللي يبيع قماش وخيطوهم غلافات للطاولات. فكل سمانة الأمهات تديهم وتغسلهم وتكويهم كما راكم شفتوا. ومن بعديها جت قراية أولادي لأني طبعا أنا ولادي يقراو في الساعة 12 ونص تقريبا. نديهم الوحدة يقراو. فالوجبات سويت لهم وجبة على حساب جدول جنى. بشير ما عطيتلهش جدول واش نجيب واش ما يجيبش. فحبيت اني جدول جنى لاني معلمتها ما شاء الله تعتني بالاكل تاعهم والغذاء نتاعهم. حطيت جدول جنى فنطبقوا على بشير ونطبقوا على بنتي جنى. كما هكا أنا ديتهم للمدرسة. حبايبي ربي يحفظهم لي إن شاء الله ويحفظ أولادكم ونشوفوا أولادنا بأعلى المراتب إن شاء الله. وأولادكم أنا ما تنساوش اهدوهم قصص كتب حتى يتعلموا. هنايا بعد ما خلصت من عند الأطفال ورحت للمدرسة نتاعي. طبعا هنايا المعلم ما كانش حاب إني نصورهم. حتى هنايا الإدارة تاعهم ما تخليناش نصوروا. كانوا هنا ديجا راحوا عندنا مولا. عندنا 10 دقائق هكا نروحوا نشربوا فيها لاتيه نشربوا فيها قهوة واش يحبوا. حبيت نعطيكم فكرة على المعهد اللي راني نقرأ فيه. ما شاء الله في خيرة الأساتذة والأستاذات. طبعا احنا يتقرينا 2 أستاذات تركيات ويقرينا أستاذ واحد عربي ولكن لغته ما شاء الله في اللغة التركية. هنايا بعد ما جيت من المعهد كانت الساعة تقريبا 4:30. فعندي ساعة لازم نكون خلصت فيها كامل الأكل نتاعي لأني الساعة 6:15 نروح نجيب أولادي من المدرسة. كما راكم تشوفوا حبيت ندير عشاء خفيف ما يديليش الوقت بزاف هذا اليوم لأني كان عندي أطباق سهلة فخدمتها بعد ما جيت من المدرسة. يعني الصراحة نجي عيانة فدائما قبل ما كنت نروح نوض صباح بكري نطيب الغداء تاعي مع العشاء. وكي نرجع حاجة تبقى لي مثلا حاجة تاع بطاطا مقلية حاجة راني نحكي لكم بكل شيء. ولكن الصراحة والله نحب نفيدكم الكل أمهات ولا كل أخوات اللي راهم يخدموا ولازم مفروض عليهم الكوزينة فنعطيكم أفكاري ان شاء الله تستفادوا منها. فكل ما قلت لكم كي تولي عندي مثلا وجبه خفيفه كما راكم تشوفوا هذه نخدمها بعد ما نجي من المدرسه لاني انا فقط ساعتين وانتم اللي راكم تخدموا ما شاء الله عليكم بالصباح لليل. فالله يكون في عونكم. فنقول لكم بروفيتوا الصباح صباح بكري. أنا الصراحة نوض بكري غير نوضوني على الساعة 3 4 نورمال ما عندي أي مشكل. بصح أنه نسهر ما نحبش السهر نهائيا تلحق 11 راني سهرت بزاف. فأنا والسهر ما نهش أصحاب أبدا أبدا إلا إذا كان واحد تعبان أو مريض وقتها سهرة مغلوب عليك. ولكن إني أختار السهرة وحدي لا نحب دائما نرقد بكري أنا وولادي. لأني أنا الصبح الصراحة نحب النوض بكري. نحس الصباح يكون واسع فيه بركة بزاف.
نخدم كل شغلي، نكون ديجا كملت قبل ما ندي ولادي للمدرسة. فهذه نصيحة. ولكن هذا اليوم كما قلت لكم كان عندي شغل إضافي وحداخر، فقلت انه مع الغدا نتاعي او العشاء تاعنا هو بسيط. فكما راكم تشوفوا هنا السمك، هذا نوع من انواع السمك اسمه الحمسي، اكيد يكون عندنا احنا في الجزائر. محبيتش الروايح شفتوا ريحة الحوت كي تبقى، درته في الفور على الطريقة التركية. وحتى تقدروا ديروا هذه الطريقة نفسها في المقلة. نتبل السمك وندير فيه هذيك، هما يديروا الطحين الذرة، طحين الذرة يجي صفر كيما عندنا سميد رطب، هذاك الزيرو سميد رطب احنا في الجزائر نورمالمون نقولوا له، او الفينو الناس تقول له. هذاك يديروه، بصح لا هما طب عفوا يحطوا دقيق الذرة يشبه لو قلت لكم، يجي خفيف، ويحطوا فقط ملعقتين زيت. انا الحمد لله والله ما حسيت في داري ولا كاني عامله حوت في الدار، ريحته ما كانش. وما شاء الله ما ديريش وقت كنت الفور محميه غايه. البريود اللي رحت نجيب فيها اولادي من المدرسه كما راكم شفتوا يخرجوا في الليل، كنت كملت، كان طاب وطلعت من المدرسة حطيته. هاي الشوربة تاعنا خلاصت، الحوت نتاعنا، حطيت بطاطا مقلية وسلطة معاها. والحمد لله يا ربي، اللهم أدم على نعمة واحفظها من الزوال. وهنايا بعد ما تعشينا انا ولادي قبل ما نحلهم الواجبات نحط لهم نص ساعه فقط نعايرها لهم يتفرجوا فيها الرسوم المتحركه اللي هم يحبوها. بعد النصف ساعه هذيك نحسهم روحوا على رواحهم، ريحوا شويه من القرايه. وقتها تبدا الواجبات المدرسيه. كما راكم تشوفوا جانا بشير واجباتهم، نساعدهم فيهم، واللي نقدر نساعدهم، واللي نخليهم يعتمدوا على رواحهم نخليهم. المهم اني نفهمهم الدرس مره واحده اخرى، ونتناقشوا في الدرس واش داروا واش ما داروش. وهكا يفوت النهار، من بعدها كي نكمل انا اخر الشيء للاولاد نكمل انا واجباتي. وهكا خلص الفيديو نتاعنا لليوم. ان شاء الله نتمنى يكون عجبكم وشاركتكم بالشيء البسيط، وان شاء الله تكونوا تستفادوا ولو شيء بسيط من تجربتي في القراية في دراسة أولادي كيفاش نوفق. والحمد لله توفقت الحمد لله يا رب. ماني مقصرة لا مع أولادي ولا مع نفسي الحمد لله يا رب. وشغل البيت كما قلت لكم يخلص كي نخصوا له وقت وما نعطولهاش الوقت يعني دائما الوقت الكبير لشغل البيت، لأن شغل البيت نقدروا نتحكموا فيه. فنتمنى انه الفيديو عجبكم، ما تنساوش تبارطاجيوه، تنساوش اللايك. اللي مازال ما اشتركوا في قناتي نقول لكم اشتركوا. ان شاء الله الى فيديو واحد اخر. بسلامه، تهلوا في رواحكم. سلام.